المطبخ مملكتها وبتعشق الأكل وبتحب تطبخ بمزاج وتكون رايقة وصاحبة مشروع الأكل البيتي ومسميه على اسمها وبتعمل عروض وستات كتير بتشتري منها. حكاية مطبخ الشيف شيماء عبد الله ازاي اتشهرت، وايه حكاية أكلات الزمن الجميل، وايه حكاية مشروع الأكل البيتي بتاعها، كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. ملامحها هادية جدا وبتعشق المطبخ، وحياتها الشخصية خط أحمر، وبتلبس جلافز وهي بتشتغل، ومتابعينها بالملايين ومن كل حتة في مصر والوطن العربي. كلامنا هنا عن مطبخ الشيف شيماء عبد الله، صاحبة مشروع الأكل البيتي اللي ستات كتير واخدينها قدوة في حياتهم ونفسهم يعملوا أكلات حلوة زيها. مسمية صواني الأكل بتاعتها بإنها شيك، وده طبعا من كتر ما هي بتهتم بكل تفاصيل الأكل من أول ما بتعمله لحد ما بتقفله. وبتعمل أكلات زمان زي الحمام المقلي في الزيت زي بتاع ستي وستك، وغير الطرب والمحاشي واللي بخلطاتها السحرية. وطلعت عملت أحلى ميني بيتزا بخطوات وتريكات مش أي حد بياخد باله منها، زي إنها عملتها بأقل الإمكانيات، وقالت لو ما عندكيش قوالب البيتزا ممكن تعمليها بقالب الكحك، وقالت كمان أهم حاجة في العجينة تسيبيها ترتاح، وقالت إن السر الدقيق، لازم تجيبي دقيق نضيف علشان تطلعي أحلى بيتزا. وعملت أحلى صينية عبارة عن كفتة وممبار وفرخة مشوية ورز بسمتي بالمكسرات وكفتة طرب وبانيه وجلاش وسمبوسك. وعلشان هي أستاذة عملت أحلى طواجن زي ورق العنب بالكوارع، وده كان حكاية. بتفرش الطاجن ببصل وطماطم وتحط ورق العنب، والسر في إنها سوت الكوارع لوحدها وحطيته على الوش ياخد تحميرة مع الورق عنب. وقالت فكرة اختراع نوزعها على أي حد محتاج في الحر ده أو بيشتغل وشقيان، إنها جابت كوبايات وملتها فاكهة مشكلة بالتلج، واللي كانت عبارة عن شهد وتفاح وعنب وجوافة. ومش علشان هي شيف يبقى تخصصها حادق بس، لا ده ليها في الحلويات وبتعمل تورت وحلويات مودرن وكل حاجة ترند. وفي نفس الوقت زي ما مهتمة بالسوشيال ميديا مهتمة بإنها تقدم عروض حلوة في مشروع الأكل البيتي بتاعها، وأقرب حاجة عروض المكرونة البشاميل، ودي اللي عملت قلبان. شيماء بتشجع كل ست مصرية إنها تعمل مشروع الأكل البيتي حتى لو برقم رمزي، لأنها حقيقي واحدة واحدة بتكبر، وبعد كده بيبقى حاجة كبيرة قوي وممكن منها تفتحي مطعم وتبقي أحسن شيف في مصر والعالم كله. وبتشجع ستات البيوت تشتغل معاها، ولما شغلها كبر بقت محتاجة حد يساعدها، وفعلا بتستعين بمساعدين شيف من قلب مطبخها. وبتنصح ستات البيوت يعملوا الأكلات السريعة اللي ما بتاخدش وقت نهائي. شيماء من كتر شطارتها بتعمل وليمة كبيرة لأصحابها واللي بيطلبوها، لدرجة إن طلب منها أكل فرح يعني يكفي أكتر من 300 فرد، ووافقت وقدرت تعمل كل ده. ومش بس كده، في جانب مش الكل يعرفه عن شيماء، هي ست بتحب إطعام الناس اللي في الشارع واللي محتاجين، وبتخصص يوم تعمل فيه وجبات وتوزعها على الناس الغلابة. وفي متابعين كتير بيشاركوا معاها وبيحولوا ليها فلوس وبيشاركوا في الإطعام، وبتعمل وجبات بتعدي 200 و 300، ولو الدنيا فتحت والخير كان كتير ممكن توصل ل1000 وجبة. ومش هتصدق إن الخلايجة بيعشقوا أكلاتها، لدرجة واحدة نزلت من الإمارات طلبت منها رومي وحمام ومحشي بخلطاتها السرية. شيماء ست ناجحة وقدرت في وقت قصير توصل لملايين المشاهدات على البيج بتاعتها، وكمان الإعلانات بتجري وراها سواء بقى في الفاشن أو الأساس المنزلي وغيره كتير. وقدرت تثبت نفسها على ساحة السوشيال ميديا. شيماء نفسها تكون شيف وتفتح برنامج خاص بيها، ونفسها تكبر وتفتح مطعم بتاعها وتوصل فيه رسالتها وموهبتها اللي ملهاش حدود. يا ترى انت من متابعي شيماء ولا لا؟ وجربت أكلات الشيف ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.